السلام عليكم، اش اخباركم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد وروتين جديد. قولوا لي اش كتعاودوا، لاباس عليكم؟ بخير؟ عندكم شي شتاء؟ عندكم شي برد في المدينه ديالكم؟ كنظن هذا العام المغرب كامل تبارك الله وصل له حق ديال الشتاء وديال البرد ياك. ايوا الحمد لله عليها، حاجه اللي جات في وقتها ما كتعب. خليوا لي في التعاليق من اش من مدينه كتفرجوا فيا وكيف عامله الاجواء عندكم، ونبداو الفيديو ديالنا. واول حاجه هنا بغيت نشارك معكم هي هاد لافوكا. كنت شريتها هذه واحد يومين ولا 3 ايام. شريتها حيت كان الثمن ديالها مناسب. حاليا الثمن ديالها كيكون ما بين 15 الى حتى ل 20 درهم، ولكن في المتوسط كتكون داك 18 17 على حسب. بالنسبه للافوكا هذه هي الوقيته ديالها، ولكن ما نساوش انها في رمضان غادي يضاعف الثمن ديالها، فهذه احسن طريقه اذا بغيتوا تحتفظوا بها رمضان ولا بلا رمضان. يعني غير راكم عارفين لافوكا تحطها في الدار دغيا كتخسر وكتبدا تكحل، فحتى بلا رمضان ممكن تستعملوا هذه الطريقه هذه. وهنا قبل ما نبدا نقطع في لافوكا كناخذ واحد الليمونه اللي كنعصرها وكنخلي الماء ديالها على جنب، وعاد كنبدا نقطع في لافوكا. بالنسبه لافوكا خاصها ضروري تكون لافوكا اللي كتجي باقا شويه قاصحه، ما تكونش ديك المهريه اللي ما تقدرش تتشبر فيها، وفي نفس الوقت ما تكونش فيها الطبايع ديك الكحل، يعني تكون بحال هكا خضراء غزاله. صافي بديت كنقطع فيها، وكل وحده كنقطعها كندهنها بالليمون. ضروري ما نخليوش حتى نقطعوا كلشي عاد ندهنوهم، لا كندهنوها بالليمون من داخل ومن برا. كل وحده قطعناها كندهنوها. هانتوما كتشوفوا في الفيديو كيفاش كنعملها، غير كنقطعها كنحطها في الصينيه وكندهنها. هاد الطريقه اللي كنشارك معكم البنات كتخلي لافوكا تبقى كيف ما هي من ناحيه اللون وحتى المذاق، وحتى باش نستعملوها كيبقى يعني كتبقى واحد الطريقه اللي عمليه. هانتوما غادي تشوفوا في الاخر كيفاش غادي تكون كل حبه مفروزه على اختها. ممكن نجبدوا مثلا غير وحده ولا جوج ولا ثلاثه على حسب شحال ما بغيتوا. صافي هنا قطعت لافوكا اللي كانت عندي كامله، ستفتها في هاد الصينيه وغادي نغطيها ضروري بالسلوفان. السلوفان خصني نغطي من جميع الجوانب، ما نخليش شي بلاصه يدخل منها الريحه اللي كتكون في الثلاجه. راكم عارفين الثلاجه كيكون فيها الدجاج يكون فيها الحوت، ما بغيناش لافوكا تلصق فيها شي ريحه غير مرغوب فيها. صافي حطيت هنا الصينيه في الفريغو، غادي نخليها تقريبا واحد 2-3 ساعات. لافوكا سبحان الله ما كتاخذش الوقت بزاف باش تكونجلا وباش ديكونجلا. ها هي هنا صافي جمدات كيف ما كتشوفوا. هنا كنوريكم اللون ديال لافوكا كيفاش عامل، باقي خضر كيف ما هو، ما تبدل حتى شي حاجه، ما فيها لا طبايع لا كحوله. صافي غادي نجيب واحد البواطه وغادي نبقى نستف فيها. ممكن كذلك تستفوا غير شي بلاستيكه، يعني تعملوهم شي بلاستيكه راه ما كيلصقوا حتى شي حاجه. وكيف ما قلت لكم راه كتبقى كل حبه مفرقه على اختها، يعني تجبدوا واحده تجبدوا جوج ما كاين حتى شي مشكل. كتجيني هاد الطريقه احسن طريقه وعمليه، وكيف ما قلت لكم دغيا كديكونجلا. يعني ملي كتجبدوا الحبه ديال لافوكا نص ساعه كتكون صافي بدات كتطلق معنا. ممكن نديروا بها عصير ولا اللي بغينا. وهنا حتى ساليت وجمعت الكوزينه وقلت صافي غادي نمشي نتكا ونشد شمليطه. وكنلقى الراجل عاوتاني داخل لي بالدجاج. ما فهمت والو انايا سيمانه كامله والراجل كل ما يدخل يدخل لي في يدو دجاجه ولا جوج. الراجل مالك ياك لاباس واش كتوجد لشي مناسبه وانا ما في خباريش ولا؟ قال لي لا راه الدجاج رخاص والناس كامله كتشري الدجاج. مشى عند ولد الدجاج باش يجيب واحد الفروج، قال له انا باقي لي 3. قال له ذبحهم لي ب3 وراهم لي. ايوا هما هادشي اللي كتشوفوا جابهم لي. وقلت له الله يخلف عليك اسيدي، غير هو ملي انت باغي تشري الدجاج ورخاص وجيب مره واحده نغسلوهم مره واحده ونجلسوا، ماشي كل نهار كل يومين خاصني نجبد انا الملحه ونجبد الليمون والماء بارد. ايوا المهم غسلتهم على سعدي ووعدي. وفاش ساليت دخلت لواحد الجروب ديال النساء في الفيسبوك، ايوا وكنلقاهم كيهضروا على نفس الموضوع. قال لك اسيدي الرجال ديالهم قهروهم هاد السيمانه بالدجاج، ها اللي داخل بجوج، ها اللي داخل ب3، ها اللي داخل ب4. عاملين بحال ديك بحال الموسم ديال الدلاح في الايام ديال الدلاح. الرجال كاملين اللي عنده شي باها اللي عنده شي خاها اللي عندها شي راجل يمشيو للجامع يجيبوا دلاحه، يمشيو للحانوت يجيبوا دلاحه، يضربوا دويره يجيبوا دلاحه. ايوا دابا يدوروا ويجيبوا الدجاج. ايوا الصراحه الله يخلف عليهم وصافي راه كان قاهرهم الغلا. الدجاج كان كيوصل حتى ل 30 درهم، ودابا منين رخاص كيستغلوا الفرصه. اللي جاب لها راجلها شي حاجه تقول بسم الله الله يخلف. غير كنتعذبوا في الغسيل ديالهم مع هذا البرد، الماء بارد والليمون والملحه كيجرحوا اليدين، ولكن ماشي مشكل الحمد لله. غير ملي كيدخلوا في يدهم شي حاجه وحتى هما الله يكون في العون. استغلوا الفرصه، هذه فرصه مناسبه بما ان الدجاج رخيص ورمضان على الابواب. استغلوا هذا الدجاج في التحضيرات المسبقه ديال رمضان.
أنا الدجاج اللي جاب لي في الأول كاين اللي قطعته، كاين اللي خليته للتحمار هكذا غير للطياب العادي، ولكن هذا الأخير قلت علاش لا ما نستغلوش في تحضيرات ديال رمضان. إن شاء الله ناوية نعمل بسيطلات أولا بريوات ديال الدجاج. هاد الدجاج اللي لقيتوني كنغسل فيه هنا وكنقطعو بطريقة عشوائية خليته خصيصا لهادشي اللي قلت لكم إن شاء الله إذا كتب. يلا اختي اللي جاب لها راجلها شي دجاج نوض غسلو، واللي باقي ما جاب لها وجد الملحة والحامض راه غادي يجيبو إن شاء الله. كيقولوا الدجاج باقي إن شاء الله غادي يزيد يرخص مع هاد الشتيوه اللي طاحت، الله يرحمنا بها على قد نفع والحمد لله يا ربي. نتمنوا ماشي غير الدجاج اللي يرخص كل شيء وترجع الامور للطبيعه ديالها ويرجع المغرب كيف ما كان قبل، اللي عنده ياكل واللي ما عندوش ياكل. الاشاره انا هذا اول عام واول شتوه واول رمضان ان شاء الله اذا كتب غادي ندوزو في المغرب من بعد 12 سنه ديال الغربه. انا خرجت من المغرب في 2013 في البدايه ديالو، بالتحديد في شهر 2 15 في شهر 2 ورجعت في 2025، يعني باقا ما كملتش عام كامل في المغرب. المهم هذا موضوع طويل ديال الرجوع المغرب الى اخره، هذا غير كاشاره عطيتها لكم باش نقول لكم ان زعما الوضع كيختلف. المغرب حاليا كيختلف على المغرب كيف ما خليته انا شحال هادي، كنقصد زعما من ناحيه المعيشه وغلاء الاسعار، يعني الامور ما بقاتش كيف ما كان قبل. وهادشي ماشي غير في المغرب راه حتى في اوروبا، غير هو يعني ما نقدروش نقارنوا اوروبا مع المغرب، يعني الاسعار ما خصهاش تكون حتى لهاد الدرجه هنا في المغرب والمدخول اللي كاين في المغرب راكم عارفين. وراني نسيت الفيديو خدام ودخلت معكم في مواضيع واحده اخرى. المهم هنا الدجاج ديالي راني غسلته مزيان ورقدته في الملحه والحامض والليمون، هنا كنوريكم زعما كيفاش خارج نقي. كنجيب لي هنايا حتى هاد الكبيدات ديال الدجاج كيجيو مزيونين صراحه، والناس اللي عندهم فقر الدم كنصحكم به. هنا صافي راني جمعت الدجاج ديالي في هاد المكيكات من بعد ما قطر مزيان. هذوك الميكات الكبار راني عامله فيهم الدجاج على حسب البسيطلات اللي قلت لكم. هادو الجنيحات وهذيك تما حيت واحد الصدره كنحتاجها، وهنايا كبيدات عملتهم بوحدهم. بالنسبه للعنيقات والقنيصات والقلب عملتهم هنا هادو على حسب التغميره. صافي هذا ما كان وهذا هو الفيديو ديالنا غادي يسالي هنايا. كنقول لكم اذا بقيتوا حتى لاخر الفيديو ما تنساوش اللايك والتعليق والاشتراك في القناه اذا عجبتكم بطبيعه الحال. نتلاقاو فيديو اللي ما جاي ان شاء الله. بسلامه.